مريم والابداع في كتابه الشخصيه، شخصيه قويه ووحشيه ما عندهاش قلب، اتحولت 180 درجه لشخصيه عاطفيه وانسانيه اكتر من البشر نفسهم. اهلا بيكم في بودكاست طبل مع بطه، والنهارده هنطبل لفيلن. الفيلن ده هو مريم. مريم ملك النمل اتولد من ملكة النمل، وبعد ولادته ماتت على طول، وكان مولود بقلب قاسي ومتحجر بشكل كبير لدرجة ان هو كان مستعد يقتل الناس كلهم من غير نقطة ندم. وخلال رحلة مريم علشان يكون ملك العالم كان بيحاول يتعلم كل ثقافاتهم وافكارهم وعواطفهم والعابهم وطرق تفكيرهم. فهنا ظهرت شخصية مهمة جدا في حياة الملك وفي انمي هانتر هانتر. وهنا انا طبعا بتكلم عن كوموجي، بنت صغيرة مبهدلة على طول ومغمضة عينيها، ما عدا في وقت واحد بس وهي بتلعب لعبة جونجي. معلومة كده عباسي يا حبيب قلب البطة، الجونجي دي لعبة اخترعها توجاشي مؤلف هانتر هانتر نفسه، مش لعبة حقيقية موجودة من قبل الانمي، بس ممكن تلعبها من الويب سايت اللي في الديسكربشن. واكيد ده مش اعلان، عشان انا بص على الريتش انت تعرف ده مش اعلان. المهم حط بقى لايك وسبسكرايب عشان المعلومة الحلوة دي، ويلا نكمل. مريم قبل ما يقابل كاموي كان لسه طفل بيستكشف العالم واناني زيه زي اي طفل انطوائي، بس مع بداية لعبه مع كاموجي بدأ ينضج شوية ويحس ان مش كل حاجة نفسه فيها بتتحقق، خاصة ان كانت كاموجي بتخسره على طول وبتكسب. ومع مرور الايام وكاموجي لسه بتكسب مريم يوم ورا يوم، بس مريم كان بيتطور اكتر واكتر في اللعبة، في الانسانية وفي العاطفه. عشان زي ما انت عارف حبيب قلب البطه ان الطفل المنعزل اجتماعيا عمره ما هيتطور زي الطفل اللي بيتعامل مع البشر يوميا. وهنا مريم كان يعتبر الطفل الانطوائي المنعزل، حتى هو كان كل ما يخسر منها كان بيتعصب ويكسر الترابيزه زيه زي اي طفل اناني، وكان بيقول لها تعالي العبيني تاني عشان اكسبك. ومع كل جيم بيلعبوه هدف مريم بيتغير من ان هو يسيطر على العالم، ان هو عايز الشخص اللي بيكسبه وبينتصر عليه دايما يعترف بيه. وبعد هجوم زينو ونيترو بتتصاب كاموجي، فهنا بنشوف اول تعبير عاطفي انساني من ناحيه مريم، فهتلاقيه بيطلب من بيتو انها تعالجها. وهنا توجاشي عمل لقطه ابداعيه، الشخص اللي هو المفروض ما عندوش قلب وشرير بيكون مهتم بعلاج انسان ضعيفه وبيظهر عواطف انسانيه كبيره، والانسان اللي هو المفروض مولود بعواطف انسانيه وطيبه وقلب بيتحول لوحش ما عندوش قلب مستعد يقتل اي حد بريء ملوش دعوه بالموضوع عشان يحقق انتقامه وينتقم من الشخص اللي قتل حد بيحبه. طبعا انا هنا بتكلم على جون بطل الانمي. وبعد فايت نيترو ومريم بيبدا مفعول سم قنبله نيترو يشتغل على مريم، وتاتا تبدا تقتله. فهتلاقي طبعا ان مريم اول حاجه عملها راح لكاموجي طمع عليها ويلعب معاها اخر جيم جونجي، وان حلمه اتحول بشكل كبير من السيطره على العالم ان هو يلاعب كاموجي اخر جيم. وفعلا بيموت مريم بسلام على رجل كاموجي وهو بكامل انسانيته وعاطفته. الحقيقه طبعا حبيب قلب البطه ان مريم اتقدم لنا على انه شخص ما عندوش رحمه ولا قلب، بس هو مات وهو كله رحمه وعاطفه وانسانيه. مريم مش بس هو الشخصيه المعاكسه لشخصيه جون في ارك النمل، هو دليل ان لو الشخص بقى موجود في البيئه الصح ومع الاشخاص الصح مع الظروف المناسبة هيكون أحسن نسخة من نفسه حتى لو كان وحش من غير قلب. وبس حبيب قلب البطة، ما تنساش في آخر البودكاست أو آخر الحلقة دي تقول لنا عايزنا نطبل لمين الحلقة الجاية. وسلام.